السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي. انا عبير لو اول مرة تشوفوني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطا بالكريمة. اوعدك لو مش بتحبي البطاطا او لو ولادك مش بيحبوها بعد الطريقة دي حرفيا هتدمنوها. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا نسمي بسم الله ونبدأ على طول. بسم الله. معايا 1.5 كيلو من البطاطا. نقعتها شوية في المية وبعدين غسلتها كويس جدا ونشفتها. هبتدي اقشرها. وبعد ما قشرتها غسلتها علشان لو فيها اي شوائب مكان التقشير. هقطعها قطع متوسطة واكمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. هحطها في حلة واضيف عليها نص كوباية من السكر، والسكر نسبي على حسب رغبتكم. وهضيف كوباية الا ربع من المية. هرفعها على نار عالية في البداية، واول ما تبتدي تنزل ميتها هنهدي النار. وبعد حوالي ربع ساعة بقلبها تقلبتين علشان اساعدها كلها تستوي، وغطيها واسيبها تكمل تسوية. وبعد حوالي ربع ساعة هرفع الغطا واشوفها كده استوت وميتها نشفت وبتتهرس معايا بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. هنزلها من على النار وهي لسه سخنة. هضيف عليها حوالي معلقتين كبار من الزبدة ومعلقة صغيرة فانيليا سائلة، بتفرق جدا في الطعم. وهرسهم مع بعض علشان اتأكد ان كلها بقت بيوريه والزبدة تدوب. هحضر طاجن او صينية بايركس وادهنها بالزبدة. وانزل فيها بكل كمية البطاطا. واسويها بنفس الطريقة. وبعد ما سويت سطح البطاطا زي ما حضراتكم شايفين، دلوقتي هنحضر الكريمة اللي هنضيفها على البطاطا. في حلة او كسرولة هضيف لتر من اللبن او الحليب البلدي، بيبقى دسم والكريمة بتبقى غنية اكتر، لكن لو مش متاح هنستخدم اللبن المعلبات عادي. هضيف عليه 3 معالق كبيرة من النشا ومعلقة من الدقيق و3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه الخام او كريمة لباني بودر و6 معالق كبيرة من السكر، والسكر على حسب الرغبة. هخلط كل المكونات مع بعض على البارد وبعدين ارفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر. ما ينفعش اوقف تقليب علشان ما تتكتلش معايا لغاية ما القوام يبتدي يتقل ويبقى كريمي بالشكل ده. وبعدين اضيف معلقة صغيرة فانيليا سائلة ومعلقة زبدة بتخلي القوام ناعم جدا. كده الكريمة جاهزة معايا. هنزل بيها على البطاطا. انا بحب طبقة الكريمة تبقى عالية، لكن لو عايزين طبقة الكريمة السمك اقل من كده شوية ممكن تعملوا 3 كوبايات بس من اللبن او الحليب. وهسيب لكم مكوناتها في صندوق الوصف. وهسيب طبقة الكريمة تتشمع ثواني. وبعد ما طبقة الكريمة اتشمعت هدوب حوالي معلقتين كبار من السمنة البلدي او الزبدة، وهدهن بيها وش الكريمة بكل هدوء علشان ما تتقطعش معايا. بتديها لون حلو جدا من فوق. وممكن تستبدلوا الخطوة دي وترشوا عليها سكر بودر او شربات بتاع الحلويات. هدخلها فرن سخن مسبقا مشغلة من تحت بس. هدخلها على الرف الوسط حوالي نص ساعة، هي كل حاجة مستوية معانا لغاية ما تاخد لون ذهبي من الأطراف. وبعدين أطفي من تحت وأشغل الشواية لغاية ما توصلوا للون اللي بتحبوه. وده شكلها. أنا بالنسبة لي اللون ده كده تمام. لو حابين تقدموها سخنة أو لو حابين تستنوا عليها لما تبرد زي ما تحبوا. شايفين طبقة الكريمة والقوام عامل ازاي؟
ناعم وكريمي ما شاء الله اللهم بارك. ولا الطعم، ياريت لو في اوبشن علشان تدوقوا. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو جربتوها قولولي رأيكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني. وما تنسوش فضلا وليس أمرا الدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.